عليكم الإخوة والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقة الجديدة من القناة ديالكم مصدر الخبر. في هذه الحلقة الإخوة والأخوات غنطرقوا لعدة مواضيع ديال آخر الساعة، منها الخسارة المذلة للمنتخب الجزائري أمام غينيا، واتهام ديال المغرب بطبيعة الحال بالوقوف على هذه الخسارة كما جرت العادة. غادي نشوفوا ايضا مظاهرات، وغادي نشوفوا المشكل الكبير ديال العطش اللي كيواجه الشعب الجزائري، وكذلك بعض الفيديوهات اللي كتوثق المواطنين اللي بداو كيفيقوا من القلبه ديالهم او من النوم ديالهم، وكيعرفوا الدور اللي كتقوم به الجزائر وكمخليهم كيموتوا بالعطش وتابعه نظام البوليزاريو. اذا مجموعه من الفيديوهات غنحاولوا نطرقوا لها في هذه الحلقه الاخوه والاخوات. نرجو منكم المتابعه ديالنا حتى نهايه الحلقه، الاشتراك معنا في القناه، تفعيل جرس الانذارات، والضغط على زر الاعجاب باش ينتشر هذا الفيديو على اوسع نطاق. شكرا لكم اخوه الاخوات، ونمر مباشره للتفاصيل. إذا الإخوة والأخوات، فاللقاء يوم أمس كان ما بين المنتخب الجزائري برسم تصفيات كأس العالم بطبيعة الحال ضد المنتخب الغيني. فاللقاء كان في الملعب الكبير ديالهم ديال مانديلا، الملعب اللي مسموع على مانديلا، اللي كيبغيو كيتعمل لهم أطروحة بطبيعة الحال ديال البوليساريو. فكانت خسارة مذلة للمنتخب الجزائري أمام منتخب غيني قوي جدا، اللي تمكن بطبيعة الحال من تسجيل هدفين في هذا الملعب وامام الجماهير ديال الجزائر. بطبيعه الحال في اخر المطاف في العوض باش يشوفوا المشكل اين هو، يشوفوا اللاعبين اللي تسببوا في الخساره، ولا يشوفوا المدرب التكتيكي ديالو وما الى ذلك، جاو قال لك بان المغرب هو السبب في الخساره ديال الجزائر. انا كنت من قبل ملي كنت نشوفوا اللقاء وتنشاهدوا اللقاء بطبيعه الحال كنشوفوا كيفاش غادي يمر الاجواء ديالو، تفكرت قلت غادي يقدروا يقولوا بان المغرب هو السبب. وهو فعلا محللين اللي عندهم كرغوليين كيقولوا بان المغرب هو السبب. غنخليكم تابعوا هذا المقطع الفيديو من بعد رجعوا لتتمه الحلقه. أنا عايش في الجزائر، ولكن كما دخل مباراة الجزائر وغينيا في الكولاسة هو فيها يوسف قادرين على كل شيء. كما كانت راح تستمر بدل المباراة في المروك عاودوا نحاوها، يعني ما هو سهل يوسف، ما هو سهل. الكولاسة في أفريقيا عمرها ما راح تتنحى، عمرها ما راح تتنحى. يعني باش نتفاهموا هذا الشيء كان هضر عليه الناخب الوطني، كانوا ما يقولوا ماني نلعب كونتر قدام. اذا كيف ما شفتوا الاخوه الاخوات، فقال لك المغرب هو السبب، وكيسولوا صحفي ولا مع شبه صحفي وكيقول لك كيفاش اش دخل المغرب في هذا اللقاء ديال غينيا والجزائر. قال لهم ما تعرفش، قال لي داكشي ديال الكولاسه كان اللقاء، قال لي صدق، قال لي كان غادي يدوز في المغرب، صدق في الجزائر وما الى ذلك من الكلام الفارغ. إذن دائما المغرب عنده يد ديالو يعني في الحياة العامة ديال الجزائر. العطش السبب ديالو المغرب، الخسارة في الجزائر ضد المنتخب الغيني السبب ديالو المغرب. فهاد الناس هادو هما ما فاتش انهم يتهموا المملكه المغربيه ب يعني اتهامات باطله، والقنوات ديالهم كذلك على فكره الرسميه فهي دارت تقارير وكتسب وكدير يعني كلام ساقط على قنوات رسميه بطبيعه الحال ضد المملكه المغربيه. وبالتالي فاحنا تجندنا الان واحد التجنيده اللي هي صحيحه باش اننا ندافعوا على الوحده الترابيه للمملكه المغربيه، وكذلك ندافعوا على الشعب المغربي من هاد الكرغوليين بالكلام ديالهم الساقط بطبيعه الحال. وغادي نستحضروا بمناسبه الفوز ديال المنتخب الغيني على الجزائر، غنستحضر لكم واحد المقطع فيديو ديال التدشين ديال القنصليه ديال غينيا بمدينه الدخله. غادي تتابعوا معنا اخوان الاخوات، ومن بعد رجعوا لتتمه الحلقه. C'est officiel. إذن كيف ما شفتوا الإخوة والأخوات، فكان هذا مقطع فيديو استحضرناه بطبيعة الحال عربون ديال الوفاء ديال غينيا للمغرب بطبيعة الحال، والافتتاح ديال هذه القنصلية بمدينة الدخلة، وجاء يعني كإهداء بمناسبة هذا الفوز على المنتخب الجزائري بهدفين لهدف واحد بعقر الدار ديالهم في إطار يعني الرحلة لكأس العالم العام اللي فات. قال لك بأن السبب هو المغرب بطبيعة الحال بأنهم ما تأهلوش كأس العالم، والآن بداوا من يعني الحلقات الأولى أو من المباريات الأولى كيتهموا المملكة المغربية بأنها هي
السبب في الخساره ديالهم. هما ما عندهم يعني المغرب كيجيو كيخسرهم يعني بواحد الطريقه حنا ما عرفناش كيفاش كيديروا، حتى كيقولوا بان هناك كولسه هما لاعبين في بلادهم وخسروا بالكره وخسروا ما الى ذلك، ولكن ما كيمرقوش كيف ما كيقولوا دائما بان المغرب هو السبب. غادي نتابعوا اخوان اخوات واحد المقطع ايضا في الفيديو بعض الجزائريين اللي بداو تيفيقوا شي شويه من النوم ديالهم او السبات ديالهم، وكيقولوا كيفاش البوليزاريو بانها كتاخذ الدعم وكتاخذ المساعدات وعايشين بالنقود ديال الجزائريين، وحنا كيتكرفسوا وكنعيشوا بالعطش وما الى ذلك. خليكم تتابعوا واحد المقطع ايضا فيديو صغير ومن بعد رجعوا لهذه الحلقه. السلام عليكم خاوتي. والله جاتني واحد الحاجه بيزار، شغل قاعد نخمم جاتني بيزار. البوليزاريو هادو اللي يقولوا عليهم بوليزاريو راهم محطوطين لاجئين، يعني الجزائر تحميهم. اوكي، اذا كيف ما شفتوا اخوه الاخوات، فهذا الجزائري بدا تيفيق من يعني السبات ديالو، كيقول كيفاش حنايا يعني كنعيشوا في الطوابير وما الى ذلك، وهذا البوليزاريو كتقولوا بانهم لاجئين. نورمالمون يعني في الواقع ان اللاجئ تيكون الانسان بعدا كاين اللي لاجئ عنده تيكون في واحد المستوى العيش اللي هو كبير، بحال الدول الاوروبيه على سبيل المثال ملي كيمشي يلجا لهم شي واحد تشوفهم الاوروبيين راهم عايشين مزيان وما الى ذلك، وهذاك اللاجئ راه بعدا تيديبانيوه وكيدوزوا به الوقت. هنا العمليه معكوسه، فالبوليزاريو هما اللي مسيرين، هما اللي عايشين تقريبا بالمال ديال الجزائر والمال ديال المساعدات اللي كيتصب عليهم من المنظمات بطبيعه الحال وما الى ذلك، وكذلك العسكر الجزائري اللي كيخلصهم باش انهم بقاو تما كلاجئين. بالنسبه لهم هما راهم محتجزين، وقال حنايا اللي كنعيشوا في الطوابير وكنعيشوا في المعاناه. ما هي هذا التفسير؟ اذا ما شفنا في بعض الضمائر بدات كتفيق شي شويه من السبات ديالها لهذا النظام العسكري اللي مسيطر بشكل اللي هو قوي على الشعب الجزائري. وهذا المشكل الان اللي ولا عندهم هو مشكل العطش، اللي كان الرئيس الجزائري وعد ب 48 ساعه باش يلقاو الحلول كانت هي صهاريج. وهذه الصهاريج مع الاسف الشديد ليست بماء صالح للشرب، صهاريج مسقه كما كنقولوا ماء مخلوط. يعني عندنا فيديوهات غادي نحاول ندرجوا لكم من بعد واحد الفيديو كيوثق ماء اللي هو مخلوط غير صالح للشرب، قال لك بانه غيلقاو حلول استعجاليه. اذا فهذا العطش فهو مشكله، نظرا ما غاديش نقولوا التساقطات اللي سبات بطبيعه الحال، فالتساقطات عامه على المنطقه ديال شمال افريقيا، تساقطات غير منتظمه، لكن سياسه اللي ديال العسكر الجزائري اللي الفلوس ديالو كلها مشات من اجل البوليزاريو، لانه كون هذوك الفلوس شدهم وبنى بهم محطات للتحليه ديال المياه غادي يكون احسن، وغادي تكون هذه الولايات تمكنات بانها تسيطر على هذا العطش اللي دابا لحد الان. يعني شفت واحد الفيديو ديال واحد الولد صغير جزائري كيشرب من واحد الحديده، يعني كيحس من هذيك القطرات. يعني تفاجات واحد المفاجاه كبيره، حنا كنا كنقولوا العطش ولكن ماشي لهذه الدرجه، فعطش كبير ومظاهرات كبيره واحتجاجات عارمه، قطع الطرقان وما الى ذلك، نظرا لهذا قله هذه الماده الحيويه. والخطير في الامر بان يقدر يكون هناك عصيان مدني شامل في الجزائر نظرا لقله الماء، لان الماء هو اللي كما تنقولوا ضروري للحياه. مجموعه من الفيديوهات ما غادي نطولوا عليكم باش نبقاو ندوز لكم فيديوهات، لكن غادي ندوز لكم فيديو فقط يوثق يعني تشوفوه معنا وقت الماء كيفاش داير، يعني الماء ديال هذا اللي كيديو لهم كيفاش داير. شوفوا معنا ومن بعد رجعوا لتتمه الحلقه. هذا الماء اللي جا اليوم في الرحويه، راك تشوفها مواطن. شفتوا اخوه الاخوات الماء كيفاش داير، يعني اللون ديالو معكر، اللون ديالو غير صافي بالنسبه للشرب. فاحنا ما كنشبتوش مثلا مره اخرى. اؤكد في الحلقات ديالي انا دائما لا اشمت في قله المواد الطبيعيه اللي كتكون ضروريه للحياه كالماء كالارضيه وما الى ذلك. انا كنتكلم على السياسه الهجينه ديال هذا النظام العسكري، هذه السياسه الخاطئه بطبيعه الحال اللي تابعها منذ سنوات واثرت الان بدات كتعطي التاثير ديالها، وبداو النتائج ديالها السلبيه كيبانوا على الشعب الجزائري. فالشعب الجزائري خصو يفيق من السبات ديالو ويعرف بان الصحراء راها في المغرب، والناس ديال الصحراء هما عايشين بالمياه وعايشين بالثروات يعني والخير موجود وما الى ذلك، وبان الجزائر كتضيع الوقت وهذا النظام العسكري كيضيع الاموال ديالو على واحد النوع ديال البشر اللي شاد في هذوك المخيمات ديال تندوف.
باش هو يبقى في سدة الحكم. هذا هو الهدف الاول والاخير من هذا المشكل اللي دايرين دابا ديال بوليزاريو. فالاموال اللي تخسرت عليهم اموال باهظه جدا، كانت ممكن ان الجزائر تبني بها عده محطات ويكون عندها اكتفاء ذاتي في المواد الغذائيه كامله، يكون عندها الحليب، يكون عندها الماء، يكون عندها ما الى ذلك. لكن سياسه خاطئه، سياسه تسليح، سياسه يشريوا الخردة الروسيه، يشريوا الاسلحه، يشريوا، يعني هما هذا هو التفكير ديالهم محدود وحدود جدا، تفكير عسكري. اذا الاخوه الاخوات، فمجموعه من الفيديوهات، مجموعه من المصادر كتقول بان هناك بعض الناس اللي دخلوا لي طواليت حاشاكم ومن بعد ما لقاوش باش يتوضاو ولا لقاوش يعني منهم يعني اجانب ويتفاجئوا بان الماء ما كاينش. فهذه صدمه كبيره الان في الجزائر، وهذا مشكل عويص تعرضوا ليه في هذه الايام الاخيره. ف يعني صراحه احنا ما كنشمتوش كيف ما كنقولوا مره اخرى، لكن هذه السياسه الخاطئه او هذه السياسه الغير محسوبه للنظام العسكري ادت لهذه المصيبه اللي عند هاد الجزائري. اذا الاخوه الاخوات، هذا كل ما لدينا بصراحه الحلقه. نتمنى ان هذا المحتوى يكون في المستوى المطلوب. بطبيعه الحال دائما نذكركم بالضغط على زر الاعجاب باش ينتشر الفيديو على اوسع نطاق. شكرا لكم مره اخرى، والى الحلقه القادمه بحول الله.